ابنة 19 ربيعا وابنة 4 سنوات معاناة من مرض ألزمها المستشفى، وليس الفراش فقط، ومتابعة رحلة علاجية أنهكت قواها. أم هجيرة اليوم حائرة عند كل دخول للمستشفى، عسى أن تجد ابنتها على حال أحسن، وهي تنادي أيضا كل من يستطيع الدفع بابنتها للشفاء من الشعب الجزائري ومن السلطات أيضا. هاي في حاله، هاي كل يوم البكاء، كل يوم تعيط، تقول لي يا ماما حبيت نكمل الباك، حبيت نكمل قرايتي. والله تعرفي يا اختي، من نهار اللي من الليسي ما عاودتش ولات للدار. راي اوكليزيون كل دقيقه ويقولوا لي خرجيها برا. وين نديها وانا نسكن في مليانه؟ 13 عمليه لحقت، ومن بعد دوك بالكارتي هذوك 15. ومن بعد انايا دوك انا نحوس على بنتي تروح للخارج، خاطش وزير الصحه وعدني، قال لي بلي مادام رحت ليه هنا تلاقيت به هنا في السبيطار، قال لي وليد عباس وعدني، قال لي بلي بنتك تروح للخارج. قال الشاوش تاع ديكتور تاع السبيطار بلي عاونها توجد الدوسي ونصيبه في البيرو تاعي، واني حابه بلي الناس يعاونوني بلي نديها للخارج. لميت شويه دراهم باش نديها في الحق. نحوس على الفيزا، وقالوا لي ناس في الخارج قالوا لي جيبيها يا سيدي كي وعدك الوزير وما حش يديها، جيبيها نعاونوك وندير الفيزا ما كاش.